مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في منتدى تحالف الحضارات. إجراء عمليات جراحية ناجحة في مستشفى نور العيون. اختتام المنافسات الرياضية لقيادة حرس الحدود الشمالية الغربية. 16 قتيلا بهجوم في أستراليا، والحكومة تبحث تشديد قوانين حمل السلاح. ويتكوف يتحدث عن تقدم في المحادثات مع أوكرانيا. تأكيد أمريكي سوري على تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم داعش. السلام عليكم ورحمة الله. شاركت إريتريا في المنتدى الدولي ال11 لتحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 14 و15 من ديسمبر. وألقى وفد إريتريا برئاسة القائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني قرزقهير في المنتدى المنظم تحت شعار عقدان من الحوار من أجل الإنسانية نحو عهد جديد من الاحترام المتبادل. ألقت خطابا يوضح وجهة نظر إريتريا وموقفها بشأن القضايا على الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما. وأشارت السيدة ويني في خطابها إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في عام 2022، والذي ينص على أنه لا ينبغي ربط الإرهاب والتطرف العنيف بأي دين أو عرق أو حضارة أو جماعة قبلية. وقالت إن التنوع القائم على المساواة أمر بالغ الأهمية لتعزيز تماسك المجتمعات. وأوضحت وجود قرون من الاحترام والتعايش بين مختلف الأديان في إريتريا، ويمكن مكافحة الكراهية الدينية من خلال رفع مستوى الوعي وتنمية قدرات الشباب، وإعطاء الأولوية للتنمية والعدالة الاجتماعية. وأكدت السيدة ويني مجددا التزام إريتريا القوي بالحوار كأداة انتقالية من أجل السلام والإنسانية. أفاد المدير الطبي لمستشفى نور العيون الدكتور كحساي فسازيون أنه سيتم إجراء حملة جراحة إعتام عدسة العين لمدة أسبوع في مستشفى نور العين بدءا من 15 من ديسمبر. وأكد أن الهدف الرئيسي للحملة المجانية هو إنقاذ المواطنين من العمى المبكر الذي يمكن الوقاية منه بتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم معاينة ما يقدر بنحو 800 مريض خلال الحملة. وأضاف أنه يتم تشخيص المرضى أولا، ومن ثم إجراء العمليات لهم حسب أولوياتهم بالاعتماد على القدرات والكفاءات المحلية بشكل كامل. وذكر أن مستشفى نور العين مجهز بالموارد البشرية والمرافق الكافية لتلبية احتياجات المرضى والرعاية الطبية المطلوبة، مشيرا إلى أن غالبية جراحات العيون في البلاد مرتبطة بإعتام عدسة العين. وأشار إلى أن معظم المصابين بإعتام عدسة العين هم من كبار السن، مذكرا بأنه يرتبط بالشيخوخة والحوادث والإصابات العرضية، فضلا عن الأمراض الباطنية والالتهابات الداخلية. وأضاف الدكتور كحساي أنه يتم تنفيذ حملات مختلفة لرفع مستوى الوعي العام حول طب العيون، وإن النتائج جديرة بالثناء مع التوسع في خدمات طب العيون في جميع أنحاء البلاد. وأخيرا ذكر جميع المواطنين الذين يعانون من مشاكل في العين بضرورة تجنب الإهمال ومراجعة المختصين للحصول على الرعاية والمراقبة اللازمة دون تأخر. أجريت حملة ناجحة للتبرع بالدم في الفترة من 6 وحتى 14 من ديسمبر في مصوعة قام بها موظفو المؤسسات وفروع الوزارات ومنتسبي القوات الجوية والبحرية وإدارة إقليم شمال البحر الأحمر وإدارة مديرية مصوعة، بالإضافة إلى طلاب مدارس مدينة مصوعة. وأفاد رئيس جمعية المتبرعين بالدم السيد تولد تسفازقي بأنه تم التبرع بأكثر من 700 وحدة دم في 8 محطات جهزت للتبرع. وأضاف إن العمل جار لتوسيع أنشطة التبرع بالدم لتشمل مديريتي أفعابة ونقفة دون الانحسار بمديريتي مصوع وقندع الدائمتين، مذكرا الشركاء للمساهمة في التشجيع على التبرع، مشيرا إلى أن أشهر التبرع بالدم محدودة بسبب مناخ الإقليم.
وذكر مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام بدوره أنه تم التنسيق مع فرع جمعيات المتبرعين بالدم بشمال البحر الأحمر، مشيدا بتأثير حملات التوعية الإيجابية على مستوى البلاد في إثر احتياطي بنك الدم الوطني. تشير وثائق الجمعية أن فرع الجمعية بشمال البحر الأحمر الذي أسس في عام 2015 يشمل أكثر من 5000 عضو نشط في التبرع الدوري. اختتمت في 14 من ديسمبر المنافسات الرياضية التي نظمتها قيادة حرس الحدود الشمالية الغربية، التي استمرت لأكثر من شهر ابتداء من 10 من نوفمبر في مدينة تسني. حضر مراسم الاختتام قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي، وقائد القيادة الغربية العميد إيوب السهية حليباي، وقائد هيئة أركان القيادة الغربية العميد سهية مكنن، وقائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي، وقائد قيادة حرس الحدود الشمالية الغربية العقيد يوناس بزو أملاخ، ومدير مديرية تسنية السيد سيوم قبريسوس، وعدد كبير من محبي الرياضة في مدينة تسني. وقال قائد هيئة التعبئة والمعلومات في قيادة حرس الحدود الشمالية الغربية السيد تكئي ولد ميكائيل إن أهداف المنافسات هي تفعيل الروح الرياضية بين الوحدات وغرس الحب والوحدة بين الشباب، ورفع مستوى وعي الشباب ورفع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى اختيار رياضيين يمثلون القيادة في المنافسات الرياضية لوزارة الدفاع. وأوضح بأن أكثر من 550 رياضيا ومديرا شاركوا في المنافسات الرياضية التي شملت 5 رياضات هي كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى والرماية والشطرنج. وفاز فريق معلوبة ببطولة المنافسات الرياضية عامة. وفي الختام تم تقديم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين ولمن ساهموا في إنجاح الفعالية. نظمت الجمعية الإريترية الألمانية بازارا في أسمرة في الفترة من 11 إلى 14 من ديسمبر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة وعيد الميلاد. وقال مدير الجمعية الإريترية الألمانية السيد سامي البرهاني أن المعرض الذي كان مفتوحا للجمهور تضمن أعمال الفخاريات والغزل والخيوط والجلود والسعاف ومختلف أنواع الغذاء، وقطعا يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عاما، بالإضافة إلى الملابس والأحذية. وأوضح مسؤول قسم الثقافة والرياضة والتعليم في الجمعية السيد يوئيل تسفا ميكائيل إن رؤية الجمعية ورسالتها تتمثل في العمل كقناة لتوسيع وتعميق العلاقات الاجتماعية والثقافية بين إريتريا وألمانيا. وشكر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى إريتريا السيد تورال فابيلز منظمي المعرض، وأعرب عن ثقته في تمهيد المعرض الطريق للتبادل الثقافي بين البلدين. عقد اجتماع يوم 12 من ديسمبر لتقييم البرامج الرياضية والثقافية والصحية التي تم تنفيذها خلال السنوات ال4 الماضية بالمدارس في مديرية عد قيح. وأوضح مسؤول قسم الرياضة والثقافة والصحة في مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ أمانيال ملاكه في التقييم الذي حضره 130 معلما ومديرا ومشرفا يمثلون 26 مدرسة. أوضح أن الهدف هو التعرف على ثغرات والتشاور حول تعزيز الأنشطة وتوسيعها على نطاق أوسع. وبعد الاطلاع على البرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات ال4 الماضية، كرر المشاركين بضرورة العمل على البرامج بشكل منظم لما لها من أهمية كبيرة. وحثوا في الختام الجهات المعنية على تنظيم منافسات وفعاليات تدفع بالابتكار والرسم والثقافة وألعاب القوى والكرة الطائرة. وأوصى الرياضة والثقافة بالمديرية مسؤول الثقافة والرياضة بالمديرية السيد تمسجن حقوس بدوره جميع الجهات المعنية للمساهمة، كون الأنشطة الثقافية والرياضية جزء لا يتجزأ من برامج تنمية الشباب، ولا ينبغي ترك المهمة للمدارس وحدها. كما ذكر مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ بيان تسفاي في الختام أنه يتم إلى اهتمام خاص لتعزيز البرامج الثقافية في المدارس. واقترح المشاركون توسيع المنافسات الرياضية وإجراء حملات توعية حول أهمية الحفاظ على الثقافة والتأكد من تثقيف الشباب على وجه الخصوص. عقدت وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية الإعاقة الذهنية سمينار تنويري صحي في صعد كريستيان يوم 13 من ديسمبر لأولياء أمور ذوي الإعاقة الذهنية في الإقليم الأوسط. وأوضح مسؤول فرع الجمعية سيد ياسين أحمد إن السمينار هدفه للتعريف بالأمراض المعدية
وتطوير قدرات الحركة واللعب والنظافة والسلامة. وقال مسؤول وحدة المعلومات والتوعية في مكتب الصحة في الإقليم الأوسط السيد هبتي قبر مسقل إن السمينار يرسخ في الآباء أساليب ناجعة لرعاية أطفالهم. وذكرت رئيسة جمعية الإعاقة الذهنية السيدة هبرة ألم إنه سيتم العمل على تدوات تنويرية مماثلة من وقت لآخر. في غضون ذلك قدم أعضاء الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 37 دعما عينيا وإصلاح فصول دراسية يوم 13 من ديسمبر لمدرسة مدبر للتعليم المكمل الابتدائية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن وزير الصحة أن عدد ضحايا الهجوم الذي نفذه مسلحان في شاطئ بوندي بسيدني ارتفع إلى 16 قتيلا و40 مصابا، في حين أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تدرس فرض قوانين صارمة بشأن استخدام السلاح إثر الهجوم. وذكرت الشرطة الأسترالية أن من بين قتلى الهجوم أحد مطلقي النار، في حين تعرض المهاجم الآخر لإصابات حرجة. وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن منفذي الهجوم هما ساجد أكرم الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وابنه نافيد أكرم الذي يرقد الآن في المستشفى بحالة حرجة تحت حراسة الشرطة. وقال وزير الداخلية الأسترالي إن أحد منفذي الهجوم جاء إلى البلاد بتأشيرة دراسة، وإن ابنه المنفذ الثاني ولد في أستراليا. من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حكومته ستدرس سن قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية، وذلك بعد هجوم شاطئ بوندي. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إحراز تقدم كبير في المحادثات التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا، ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية. وقال ويتكوف إن المباحثات كانت معمقة ومستفيضة، وتناولت خطة سلام مكونة من 20 نقطة إلى جانب ملفات اقتصادية، مؤكدا أن الأطراف ستجتمع مجددا لاستكمال النقاشات. وشارك في الاجتماع الذي استمر أكثر من 5 ساعات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وبحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الهجوم على قوات أمريكية سورية مشتركة في مدينة تدمر السورية نفذه تنظيم داعش وليس الحكومة السورية. وأثارت حادثة تدمر الإرهابية موجة واسعة من الإدانات والبيانات الداعمة لسوريا، حيث أكدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وقوفها ضد الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش، وأدى إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم وإصابة عدد من الجنود السوريين. هذا وقالت وزارة الداخلية السورية إنها ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار. وذكرت الوزارة أن العملية الأمنية استهدفت مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية بمشاركة وفد من التحالف الدولي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. أعلنت سلطات محلية في المغرب مصرع 37 شخصا على الأقل في حصيلة جديدة جراء تدفقات فيضانية استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي والواقع على بعد 330 كيلومترا جنوبي الرباط. وأضافت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان أنه تم تسجيل إسعاف 32 شخصا مصابا غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية. وأوضحت السلطات أن الأمطار الغزيرة التي استمرت لساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات قطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين.
إريتريا تشارك في منتدى تحالف الحضارات. إجراء عمليات جراحية ناجعة في مستشفى نور العيون. اختتام المنافسات الرياضية لقيادة حرس الحدود الشمالية الغربية. 16 قتيلا بهجوم في أستراليا، والحكومة تبحث تجديد قوانين السلاح. ويتكوف يتحدث عن تقدم في المحادثات مع أوكرانيا. تأكيد أمريكي سوري على تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم داعش. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.